هل استقريت على القائمه اللي هتخوضي بيها الانتخابات؟ اول كده فتحه سؤال. اولا انا بشكر قناه الحياه جدا وبشكرها على اهتمامها بالنادي الاهلي بشكل عام، وبحيي اللون ده، اللون الاحمر، اللون الاهلاوي الجميل. طبعا استقريت على القائمه، وطبعا انا ان شاء الله باذن الله هكون على قائمه الكابتن طاهر ابو زيد. استاذه منى، هل لو تحدثنا عن البرنامج الانتخابي للاستاذه منى الحسيني؟ بص، انا ليا برنامج انتخابي سابق، يعني انا اللي كنت لسه بقوله مع زميل ليك. يعني انا الحمد لله كنت فتره من الفترات متوليه لجنه المعارض، ودخلت ايراد كبير جدا للنادي الاهلي. على الجانب الاخر كان في الندوات الثقافيه كلها عملتها في النادي الاهلي بالتعاون مع لجنه الثقافه والاعلام. نشاط لجنه المراه اللي ما كانش ليه مثيل، يعني بدانا بتحويل المراه من امراه مجرد انها عضوه بتيجي تقعد في النادي لامراه عامله منتجه بالفعل، وكان بيدخل لها دخل من خلال النشاطات اللي عملناها. يعني علمنا المرأة هنا دروس، بجد دروس وحصص، يعني حاجة فعالة. بصراحة ليه اختارت الإعلامية منى الحسيني الانضمام لقائمة الكابتن طاهر أبو زيد؟ لأن طاهر أولا ابن النادي، وفي نفس الوقت نجم كبير وليه باعة ومحترم جدا الحقيقة. وعلى فكرة يعني أنا مش عايزة أقول حاجات تحسب عليا، ولكن أنا حابة إدارة طاهر أبو زيد للفترة القادمة للنادي الأهلي، ولو ما كنتش كنت هدخل مستقلة. ولكن طاهر من الناس اللي لازم يبقوا موجودين في الفترة دي، لأنه قلب على النادي، لأنه بيحب النادي، لأنه كان ليه دور قبل كده في مجلس الإدارة وكان إنتاجه فعال. فربنا يوفقه ويوفقنا جميعا. بصراحة لو تحدثنا عن سلبيات المجلس الحالي واللي بتتمنى الإعلامية منى الحسيني أن يتم تلاشيها في المجلس الجديد، والله عمري ما هذكر ولا سلبية، لأن المجلس أدى الدور اللي عليه. المجلس السابق الحقيقة كلها ناس محترمة، ما نقدرش ننكر إن هم كلهم أسماء كبيرة وإدوا للنادي الأهلي كتير. فأنا مش هقدر أذكر أي سلبية، لأن اللي بيحب حد ما بيشوفش عيوبه. لكن إحنا هنقدر ننجز ونكمل مسيرتهم، ولو كان في عيوب احنا هنتلافاها من غير ما نعلن عنها، لان دي اخلاقيات النادي الاهلي. الاعلاميه منى الحسيني دايما وشها حلو على النادي الاهلي، هنشوفك في المباريات المقبله. يعني كل ماتش ان شاء الله باذن الله، كل مباراه باذن الله في النادي الاهلي هكون موجوده، مؤازره وحبا للجماهير النادي الاهلي. والالتراس عايزه اشوفهم برضو تاني ويرجعوا تاني ويهللوا في المدرجات للنادي الاهلي. ومش هننسى المأساة اللي هم عايشينها، لأن أنا واحدة من الناس اللي عشتها بجد. يعني أنا عايزة أقول لك حاجة صغيرة يعني أوصلها للألتراس. خلي بالكم إحنا برضو مهمومين بقضيتكم. أنا واحدة من الناس ما كنتش عضو مجلس إدارة في تلك الفترة، ولكن رحت مشرحة ذهنهم علشان أخرج الولاد وأخرج جثثهم. فأنا أكتر واحدة مهمومة. وعايزة أقول لك إن أنا ما اشتغلتش إعلام بعد ما رحت مشرحة ذهنهم وبعد ما شفت الولاد هناك، لأن للأسف الشديد كان المنظر فوق ما حد يتخيل، وحسيت إن الدنيا صغيرة وإحنا نتكالب على حاجة أصغر. فيعني الحمد لله بداية نشاط وبداية خروجنا من الكبوة، وإن شاء الله نخرج كمصر من الكبوة، وهتلاقي التفاؤل موجود في كل حاجة. أخيرا لو حبيتي توجهي كلمة لأعضاء الجمعية العمومية من النادي الأهلي تقولوا لهم إيه؟ هقول لهم ربنا يا رب يعني ننال ثقتكم اللي احنا نلناها قبل كده، وخدنا أعلى الأصوات من خلال حضراتكم، وثقتي فيكم كبيرة جدا وثقتي بربنا أكبر. شكرا للزميل احمد المسيري المتالق دائما على التقرير الحقيقه الجميل ده. احمد سال مدام منى والاستاذه منى الحسيني سؤال مهم جدا، وهي سلبيات المجلس الماضي. ردت باخلاق النادي الاهلي. هي دي بقى اخلاق النادي الاهلي. يعني اخلاق النادي الاهلي دلوقتي عشان الناس تبقى عارفه ثابته في مجموعه الكابتن حسن حمدي ورفاقه، ثابته في مجموعه الكابتن طاهر ابو زيد ورفاقه. واضح ان اي واحد بيقدم اوراقه داخل النادي الاهلي مفيش حاجه اسمها غلط، شتيمه، اعتراض، سلبيات، اطلع على كتف اللي موجودين. الكابتن حسن حمدي، الكابتن محمود الخطيب، درندلي، مرتجي، رانيا علواني، كابتن هشام سعيد، كل المجموعه، مش عايز انسى حد. كل الناس دي ناس محترمه ادت اعظم تاريخ في تاريخ النادي الاهلي. مش انا اللي بقول، الناس اللي بيقولوا المنافسين. جرى العرف اللي في الانتخابات كل شيء وارد. لكن النهارده في تصريح الحقيقه عجبني جدا للاستاذه منى الحسيني، بتقول ان انا لا يمكن تحت اي بند من اخلاق النادي الاهلي ان انا لا يمكن اذكر سلبيات المجلس الماضي، بل بالعكس المجلس الماضي عمل كتير من الانجازات، كتير من النجاحات. هي دي اعتقد اخلاق النادي الاهلي. مش اخلاق النادي الاهلي ان انا كنت نازل في قائمه الكابتن حسن حمدي فاقعد اقول الكابتن حسن حمدي احسن واحد. لا، اخلاق النادي الاهلي ان انا اكون نازل منافس، ومع هذا اما تجيلي الفرصه ان انا اقول او اتكلم اشيد بانجاز، وخصوصا لو كان انجاز فعلا، لو كان نجاح فعلا، لو كانت الناس اللي موجوده دي ناس فعلا محترمه تستاهل فعلا التحيه. تولوا الامور في ظروف صعبه جدا. الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب تولوا النادي الاهلي في ظروف ما حدش كان يقدر يتولاها في عز الظروف، وبرضه واقفين على رجليهم، وبرضه الناس متمسكين مبادئ النادي الاهلي.
ابسط حقهم النهارده او اقل حاجه النهارده ياخدوها ان يبقى في اشاده او تصريحات، حتى تصريحات الكابتن طاهر ابو زيد يعني في الجرايد لما ابتديت اقرا قال انا ممكن ما اتوقعش مسانده الكابتن حسن حمدي، ولكن برضو الراجل اتكلم الحقيقه على المجلس الموجود بكل شفافيه وكل احترام. بنشوف دلوقتي برضو الاستاذ